السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. عملت لكم النهارده ميني ماربل كيك، ناخده معانا المدارس، ناخده معانا الجامعة، ناخده معانا الشغل، ناكله بين الوجبات وداعا لشرائه من الشارع. وبصوا يا جماعة، الشوكولاتة جوه مع الفانيليا ولا الطراوة بتاعته حاجة جامدة جدا جدا. بصوا يا جماعة عامل ازاي، هش وطري وبيرفع معانا. كمل الفيديو للاخر عشان فيه تريكات وفيه اسرار في الشغل، ونبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد من حلقات شيف منصور للطبخ اصول. الماربل كيك يا جماعة قالب الدنيا. انا عملت لكم بقى ميني ماربل كيك، وهعمله لكم بطريقة سهلة تاخدوه معاكم المدارس، تاخدوه معاكم الشغل، تاخدوه معاكم الجامعات، تاخدوه معاكم في المواصلات. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهارده على بركه الله: 3/4 كوب سكر بودره او سكر خشن بيعادل 175 جرام، ربع كوب زيت يعادل 50 جرام، 1 كوبايه دقيق بتعادل 170 جرام، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر بتعادل 15 جرام، رشه ملح بتعادل 3 جرام، نص كوب حليب بيعادل 100 جرام، 3 معلقه كبيره سمنه بيعادلوا 50 جرام، 2 معلقه كاكاو بيعادل 30 جرام، مع كيس فانيليا بيعادل 3 جرام. ونبدا العجين على بركه الله. نعملها بنجيب الحليب كده زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل، وننزل مع الحليب الزبده بتاعتنا. هنحط الزبده والحليب على النار اهو، هنشغل عليه على نار هاديه عشان هنحتاجه. السكر بتاعنا اهو، السكر. بعد كده هننزل بالبيض مع الفانيليا، حطينا الفانيليا مع البيض مع رشه الملح البركه اللي احنا قلنا عليها اهو. هنشغل الميكسر يضرب مع بعضه. بعد بننزل بالزيت كده خيط اهو. كده هننزل بالدقيق، بعد الدقيق البيكنج باودر هنديله لفه بسيطه. هنا الزبده مع اللبن سخنت كويس جدا، بننزل بقى تدريجيا كده اهو. بصوا اهو، واحده واحده كده عشان البيض والحاجه ما تستويش معانا اهو. كده اصبح الماربل كيك جاهز معانا. عشان نعمل الشوكولاته بتاع الماربل، لو احنا حطينا الدقيق على الخليط ما بيدينيش نتائج. هاخد بقى معلقه كاكاو هنا كده، واروح مع معلقه زيت، يبقى نحلل الكاكاو كده مع الزيت عشان يديني لون كويس وما يدينيش حاجات في النص مش مظبوطه ولا دقيق يكتل معايا. الخليط ده كله تقليبه عشان يتجانس مع بعضيه كله. بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استسمحكم اللي لسه ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونعمل لايك للفيديو ونشيره. عشان هناخد طبعا شويه هنا معلقه الكاكاو ومعلقه الزيت، كل حاجه مع قدام سيادتك اهو. باخد شويه من الخليط القمر ده على الكاكاو عشان اعمله شوكولاته اهو. كده بقي معايا شوكولاته عشان لما اجي اركبه يجنس معايا ويديني الالوان الجميله اللي بتشوفوها في الماربل. يا ريت يا جماعه لو انا ما عنديش القالب القمر ده اللي هو الحراري بعمله في القالب ده مفيش مشكله. طب ما عنديش ده وده بعمله في القالب التاني، بس ده حاجه جديده وحاجه جميله وحاجه هتديني نتائج مرضيه على بركه كده. واروح حاطط شويه من الخليط القمر ده، واجي بالمعلقه كده اروح برضو واخده شويه فوق كده اهو اهو. ده بيبقى كده في النص كده، وبعدين هكمل الابيض بتاعي اهو. كده القالب بتاعنا مش هنملاه قوي عشان خاطر ايه، هيملى معانا. هنعمل قالب تاني مع بعض اهو. هاخد شويه كده من الخليط القمر ده اهو في النص اهو تحت، بعد كده شويه هنا اهو. موضوع سهل وبسيط، بس عايز تركيز وعايز ايه، نجمدي قلبك وتقومي تشتغلي اهو. وداعا لشراء الماربل كيك تاني. نعمل قالب تاني اهو. حاضر يا ست الكل، ادي قالب تاني اهو. حطينا شويه في النص، معلقه من القمر ده اهو. موضوع قدام سيادتك اهو اهو. تمام. هنكمل الكميه مع بعض هنا. بسم الله ما شاء الله، عمل معايا 7 قوالب اهو. يعني الموضوع بيضتين عملوا معايا 7 قوالب كيك اهو. بسم الله ما شاء الله حبيبي يا رسول الله اهو. هيخش الفرن على 180، هيقعد معايا حوالي من 20 ل 25 دقيقة على بركة الله. ننتظر مع بعض السوا.
بسم الله ما شاء الله حبيبي يا رسول الله، خرج القمر من الفرن. الماربل كيك الكبات اتعمل ازاي يا جماعه؟ هنسيبه يبرد، والتركه بقى بتاع الشيف منصور للطبخ اصول. هنعمل ايه؟ هنغطيه كده لمده 7 دقايق ونبتدي نغرفه مع بعض. ودي كانت نهاية يا جماعة الماربل كيك الكبات زي ما حضراتكم شايفين. وبصوا بقى الهشاشان بتاعه والنعومة بتاعته والطراوة. وده كانت نهاية وصفتنا النهاردة. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل أكبر عدد. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.